ولد بيموت بسبب سندوتش و15 جنيه. تعال اقول لك ايه اللي حصل. ادم شاب صغير في المدرسة، حصل خلاف بينه وبين اصدقائه في المدرسة. كانوا كل يوم عادي بياكلوا ويشربوا ويهزروا مع بعض، ولكن حصل خلاف ما بينهم في موضوع الاكل دوت بسبب سندوتش و15 جنيه. آدم لما خرج من المدرسة اتفاجئ إن أصحابه كلهم اتلموا عليه ونزلوا فيه ضرب مبرح جدا، لدرجة إن آدم أغمى عليه في الحال. طبعا نقلوه للمستشفى وقعد 7 أيام في المستشفى في حالة انهيار تم لأهله. ولكن للأسف في اليوم السابع تم الإعلان عن وفاة آدم اللي من كرموز في اسكندرية. طبعا الواقعة سمعت في اسكندرية وقلبت الدنيا تماما على السوشيال ميديا. طبعا الشرطة قدرت بعدها ان هي تقبض على الشباب اللي عملوا كده في ادم، ولكن لان سنهم صغير اتحطوا في دار رعاية لغاية ما يتعرضوا بعد كده على النيابة والتحقيقات وخلافه، ويشوفوا بعد كده هيعملوا معاهم ايه. كمان تم عرض جثمان ادم على الحالات، يعني عشان يعرفوا طبيا هو اتقتل ازاي او حصل فيه ايه بالظبط. وبعد كده طبعا راجعوا الكاميرات علشان يشوفوا فعلا اللي حصل في الواقعة دي بالظبط من بدايتها لنهايتها. في الأول وفي الآخر ربنا يرحم آدم يا رب ويصبره ويصبر أهله ويجعل مثواه الجنة. انتوا قولوا لي في كومنتات ايه أنسب عقاب للشباب اللي عملت في آدم كده.